ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الشاورما المصري زي ما بنشتريها بالظبط من اكبر المطاعم ونفس الطعم، وهنعرف الاسرار والمقادير بالظبط علشان تكون معاكي زي الجاهزه بالظبط. عندنا المقادير بتاعتنا: ربع كيلو من اللحمه تكون قطعيه من قطعيه البفتيك علشان تستوى معايا بسرعة، او نص كيلو من اللحمة، الكمية اللي تفضليها، وهحطها في الفريزر علشان تتجمد. وهبدأ بعد كده اقطعها شرايح رفيعة خالص كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ اخد كل شريحة واقطعها بالطول كده صوابع رفيعة زي ما انتوا شايفين علشان تكون معايا زي الجاهزة بالظبط. هقطع كل الكمية وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. شايفين بتتقطع معايا بكل سهولة. لازما اللي انتوا تجمدوا اللحمة علشان تتقطع معاكم بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. بقطعها شرايح رفيعة وكده. بعد ما خلصت تقطيع شايفين سمك اللحمة بيكون رفيع زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى اللي احنا نجيب بولة وننزل بربع كوب من الزيت، نص كوب من مية البصل، نص عصير ليمونة، التوابل بقى كل حاجة معلقة صغيرة، سكر، ملح، فلفل، كمون، توم باودر، بصل باودر، زعتر، رشة من جوز الطيب، رشة من القرفة، ورشة من الكركم. هنقلب ده كله كويس مع بعض. اهم حاجة التقليب. انا هنا ضفت الزيت في الاخر، بس انتوا ضيفوا الزيت في الاول مع ماء البصل وتقلبه كويس جدا. وهندخلها التلاجة مش اقل من 3 ساعات علشان نشتغل بيها. كل ما بتقعد في التتبيلة بتدي طعم احلى واطعم بكتير. طاسة هنرفعها على النار وهننزل بمعلقة كبيرة من الزيت وقطعة من اللي هي الضاني، هنقطعها مكعبات صغيرة كده. ده اللي هيودي الطعم بتاعها في حتة تانية خالص، وهتكون معانا زي الجاهزة. اول ما اللية بتاعتي تسيح كده ولونها يصفر معايا هبدأ انزل باللحمة على طول، ومش هقلبها الا لما تاخد صدمة. وبعد كده هقلبها على الجنب التاني وهفضل اقلب لحد ما تنزل المية بتاعتها. هوطي عليها النار واسيبها ربع ساعة لحد ما تستوى. وبعد كده هبدأ اللي انا انزل بالبصل اللي انا قطعته حلقات كده، وهفضل اقلب في البصل لحد ما يدبل معايا. وبعد كده هبدأ انزل باخر حاجة الطماطم المكعبات وهطفي عليها النار. ده اللي انا احشي السندوتشات بتاعتي. شايفين شكل الشاورما ما شاء الله، ريحتها كانت قلبة الدنيا وطعمها احلى من بره بكتير بكتير. بجد هتعشقوها ومش هتبطلوا اللي انتوا تعملوا على طول شاورما في البيت. شايفين كمية اللحمة، هتاكلي وهتتبسطي، وكمية احلى من اللي بتشتريها، والطعم بجد في منتهى الجمال. طعم السندوتش ده هيوديكي في حتة تانية خالص. شايفين شكله ما شاء الله، هو بيتكلم عن نفسه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.